بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور أحمد صلاح. إن شاء الله النهاردة ناخد محاضرة سهلة جدا وبسيطة بعنوان البيزك ستراكشر اوف ذا هارت. بالنسبة للهيستولوجي بتاع القلب احنا بنهتم بدراسة طبقات القلب. جدار القلب بالنسبة لي لو جيت تشوفه مكون من كام طبقة هتلاقيه مكون من 3 لاير. التلاتة لاير دول هو طبقة إبيثيليوم داخلية بسميها الاندوديرم، والطبقة العضلية اللي بسميها أنا آسف الاندوكارديوم، والطبقة العضلية اللي بسميها الميوكارديوم، والطبقة الخارجية الغلافية اللي بسميها الإبيكارديوم. بص معايا في الصورة اللي قدامك دي كده، هتلاقي أدي طبقة الإبيكارديوم اللي هي الطبقة الخارجية ده اهي المحيطة بالطبقة العضلية، وآدي طبقة الميوكارديوم اللي هي الطبقة الأكبر أو الموست سيكنس. تمام، أتخن حاجة هي الإيه؟ الميوكارديوم. طيب والطبقة الداخلية هنا اللي هي اسمها الإندوكارديوم. يبقى دول كده التلات طبقات بتوع القلب. عايزين كمان نتكلم على الفالف اللي هي الصمامات، وعايزين نتكلم على الكوندكتنج سيستم بتاع القلب اللي هو الجهاز التوصيلي. طيب بالنسبة للطبقات، طبقة الاندوكارديوم دي الانر موست لاير، وزي ما قلت لك دي بتبقى عبارة عن شوية ايبيثيليوم، فبيقول لي بتبقى اندوثيليوم. العلم بالشيء عشان لو سألك أو جت في MCQ الاندوثيليوم ده أنهي نوع من الإبيثيليوم، بيبقى سيمبل سكويموس إبيثيليوم، وده معتمد على على الهيستولوجي اللي انت خدته في سنة أولى في أول بلوك. الاندوثيليوم والميزوثيليوم ده بيبقى سيمبل سكويموس إبيثيليوم. تمام. طيب بيقول لك بيبقى موجود على البيزا اللامينا، وتحته سب اندوثيليال كونكتيف تيشو بيحتوي على بلاد فيزلز ونيرفس وبركج فايبر. يعني عايز يقول لي ان الاندوكارديوم الطبقه الداخليه بتبقى اندوثيليوم. البيزا اللامينا دي اللي هي كانت البيزمنت ممبرين بتاعي. اي ابيثيليوم في الدنيا فيه بيزمنت ممبرين وخلايا الابيثيليوم بتترص عليه، فالبيزا اللامينا دي البيزمنت ممبرين، ودي خلايا الابيثيليوم اللي اسمها الاندوكارديوم. بيبقى تحته شويه كونكتيف تيشو، وبعد كده نلاقي الطبقه العضليه اللي هي الميوكارديوم. بيقول لك الميوكارديوم هي الطبقة العضلية اللي موجودة في المنتصف، فدي الميدل لاير، دي اللي بتكون لي الكاردياك ماسل اللي احنا درسناه قبل كده في سنة أولى وخدنا أنواع الماسل سكليتال وكاردياك وسموث. فالكاردياك هي دي الميوكارديوم. طيب اديني هنا معلومة، بيقول لي إن في الأتريوم احنا المفروض واخدين اناتومي وعارفين إن القلب بيتكون من 2 اتريوم و 2 فنتريكل. بالنسبة للأتريوم في خلية اسمها الأتريال مايوسايت. مالها الأتريال مايوسايت؟ دي عند ارتفاع ضغط الدم بتفرز مادة اسمها الاتريال ناتريوتيك فاكتور. دي المادة الوحيدة في الجسم القادرة على إنها توطي ضغط الدم. ليه؟ بتروح تأثر على الكدني، تخلي الكدني ترمي صوديوم وترمي مية، وبالتالي تقلل البلاد فوليوم. لما بتقلل البلاد فوليوم ضغط دم بيقل. يبقى الاتريال ناتريوتيك فاكتور أو الاتريال ناتريوتيك بيبتايد ده بيأثر على الكدني، بيعمل صوديوم اند ووتر اكسكريشن فيرميهم بعيد عننا. تمام، يرميهم بعيد عننا. وفي نفس الوقت بيعمل فازو دايلاتيشن فده بيقلل الضغط. يبقى ده بص هو ذكره هنا لانه مهم قوي. ده الهرمون الوحيد في الجسم القادر ان هو او بيخرج عشان يبقى انتي هايبرتنسيف يقلل ضغط الدم. كل ميكانيزمات الجسم شغاله عشان لما ضغط الدم يوطى هي تعليه، ما عدا ده. تمام، اللي هو الاتريال ناتريوتيك فاكتور بيطلع من الاتريال مايوسايت. بالنسبه للإيبيكارديوم، قلنا الإيبيكارديوم ده الغشاء الخارجي. القلب زيه زي اللنج زيه زي الجي اي تي، بيتحوط بسيرس ساك. يعني ايه سيرس ساك؟ شرحناها في الاناتومي، قلنا ان الإيبيكارديوم او البريكارديوم. البريكارديوم دي طبقة بتبقى عبارة عن حقيبة فيها فلويد. دي حقيبة اهي وجواها فلويد اهو. فين القلب يا دكتور؟ ادي القلب. عايزين الحقيبة دي تحيط بالقلب، هتحيط بيه ازاي؟ هتحيط بيه كده. كده القلب مش جوه الحقيبة، ماهوش جوه التجويف بتاعها. التجويف بتاعها من جوه هنا بيبقى فيه سيرس فلويد. سيرس فلويد يعني فلويد شبه المية، مية كده بس مية لزجة شوية. لكن هو الحقيبة بتحيط بالقلب. طب لما الحقيبة بتحيط بالقلب بهذا الشكل، الحقيبة بيبقى ليها تو لاير. اللاير الداخلي الملامس للقلب ده بيبقى اسمه الفيسرال لاير، واللاير الخارجي اللي هو بعيد عن القلب اللي هو الملامس للاستراكشر اللي بره اللي هي التراكيب اللي حوالين القلب ده بنسميه البرايتال لاير. طيب واللي بينهم ده الكافيتي اللي بيحتوي على السيرس ساك.
طيب بيقول لك الحقيبة دي كده ممكن تسيب القلب وتمشي أو القلب يسيبها ويمشي، فبنقوم جايبين طبقة تانية من البريكارديوم التاني. الحقيبة دي اسمها ايه؟ اسمها البري كارديال ساك. البريكارديال ساك لها طبقتين، فيسرال ناحية القلب وبرايتال ناحية بره. بنروح نجيب بقى بريكارديوم تاني اسمه الفايبرس بريكارديوم، يحيط بالقلب كده داير ما يدور. دي فايبرس تيشو يعني ألياف خيطية بتحافظ على الحجم بتاع الحقيبة والحجم بتاع القلب، فبنسميها الفايبرس بريكارديوم. بيقول لك بقى إن طبقة الإيبيكارديوم اللي هي الخارجية بتاعة القلب ده هي طبقة الفيسرال لاير بتاعة البريكارديوم. تاني، طبقة الإيبيكارديوم اللي هي الطبقة الخارجية، اللي احنا قلنا القلب بيتكون من 3 طبقات، الطبقة الخارجية فيه اسمها إيبيكارديوم، دي بتبقى الفيسرال بريكارديوم، يعني هي طبقة الفيسرال بتاعة البريكارديوم. ودي تعتبر الأوتر لاير، بتبقى عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا ميزوثيليوم. الميزوثيليوم هو سيمبل سكويموس لاير زي الاندوثيليوم اللي احنا خدناه فوق خالص، برضه سيمبل سكويموس لاير. طيب يعني ايه سيمبل سكوماس برضو للناس اللي ما كانتش متابعه في سنه اولى؟ سيمبل يعني خلايا مكونه من صف واحد او ممبرين مكون من صف واحد من الخلايا المبططه. سكويموس يعني خلايا مبططه. طيب كمان بيقول لي البلاد فيزلز والنيرفس اللي بتغذي القلب بتبقى ماشيه في الايبي كارديوم وبتتحوط بيه اديبوس تيشو اللي هو النسيج الدهني اللي انت شايفه ده. طيب نيجي بعد كده للكاردياك ماسل. الكاردياك ماسل اللي هي المايوكارديوم دي اللي بتمثل الميدل لاير. مالها الكاردياك ماسل؟ لو جيت تبص عليها باللايت ميكروسكوب، اولا هي انفولانتري غير اراديه، دي مش هنشوفها بالميكروسكوب ده، دي معلومه ليك. ايه شكلها؟ خليه شورت وسلندريكال وبرانشد، اهم حاجه ان هي برانشد يعني متفرعه، يعني تلاقي الخليه ماده برانشات هنا وهنا وهنا وهنا. الخلايا بتاعه الميوكارديوم بتتصل ببعضها. لو جينا نبص على منطقه التقاء الخلايا هنلاقي منطقه غامقه كده بيبقى اسمها الانتركاليتد ديسك. يبقى لما يجي يسألني في الام سي كيو ما هي الانتركاليتد ديسك، هقول له دي المنطقة اللي الميوكارديال سيل جوينت توجذر ات ات، بتنضم مع بعضها. بتبقى عاملة ايه؟ بتبقى دنسلي ستين يعني غامقة في اللون بتاعها او في الصبغة بتاعتها. اهو بصوا كده في الصورة اللي قدامك دي، دي الخيوط العضلية هيت، هتيجي تبص هتلاقي ادي، بص دي عضلة اهي، العضلة دي جت هنا أو دي الخلية اهي، عملت برانش هنا والتحمت مع الخلية دي، وعملت برانش هنا التحمت مع الخلية دي وهنا اهي، يعني هي مادة برانشين، في برانش هنا وبرانش هنا. دي الخلية اهي، فهي ماشية في الخيط ده وماشية في الخيط ده برضه، وهتلاقي الخلية اللي بدأت من هنا مشيت في الخيط ده وبرضه ماشية في خيط تاني هنا اهي. فهتلاحظ إن المناطق أو الخطوط الغامقة ده اهي، هات له أزرق كده عشان يبقى الكلام واضح. الخطوط اللي باينة قدامك دي 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 كلها اسمها الانتركاليتد ديسك. الانتركاليتد ايه؟ انتركاليتد ديسك، بتبقى دنسلي ستين غامقة في اللون بتاعها. طيب نيجي بعد كده نتكلم على السيتوبلازم، بيبقى اسيدوفيليك زي ما انت شايف كلها خلايا حمراء اسيدوفيليك. طيب بالنسبة للنيوكليوس طبعا بتبقى مونونيوكليتد او باي نيوكليتد، يبقى ممكن يبقى فيها واحدة او فيها اتنين، واعرف ان خلايا المصل من الخلايا اللي بتتعدد النواة فيها. طبعا النواة بتبقى اوفال او فيزيكولار، بتبقى موجودة في النص ما يهمنيش، المهم ان هي مونو او باي نيوكليتد، عشان بيجي يسألك فيها في الام سي كيو، بيسألك عن هي برانشد ولا لا، بيسألك عن هي باي نيوكليتد ولا لا. طيب اهم حاجة بيكون فيها ترانسفيرس ستريشن. يعني ايه ترانسفيرس ستريشن؟ يعني تخطيط بالعرض كده، فهي خلايا ستريتد. ستريتد يعني مخططة، ستريتد يعني مخططة، لو جيت تبص عليها كده تلاقيها مخططة، اللي هي التخطيطات بتاعت الانتركاليتد ديسك دي لما بنبص على العضلة من فوق بنلاقيها مخططة. يبقى ايه معلوماتك عن الميوكارديال ماسل؟ اولا بترتبط بالانتركاليتد ديسك، ثانيا برانشد، ثالثا فيها ترانسفيرس ستريشن، رابعا فيها باي نيوكليتد سيل، مونو نيوكليتد وباي نيوكليتد سيل. لو بصيت بالالكترون ميكروسكوب بيقول لك هتلاقي السيتوبلازم بتاعها عبارة عن فايبر، خيوط. ما هو فايبر يعني خيط، البروتينات بتيجي جنب بعضها كده وتلزق في بعضها وتعمل لك خيط بسميه الفايبر. في بقى ميتوكوندريا، جولجي، كولاجين بكميات كبيرة، ليبيد دروبلت، لايبوفيوجن بيجمنت. لايبوفيوجن بيجمنت خدناها في سنة أولى، لما كانت اللايزوزوم تبلع مادة والمادة دي غير قابلة للهضم كان تفضل موجودة وتعمل لي حاجة اسمها الريزيدوال بودي. الريزيدوال بودي تقعد في الخلية فترة طويلة فتتحول إلى لايبوفيوجن بيجمنت، وبنسميها الإيدجنج بيجمنت. يعني كل ما سن القلب كبر
الخلايا دي تكتر فيه او اللايبوفيجين بيجمنت دي تكتر فيه فتديله براون ابيرنس. لو فتحت راجل عنده 70 سنة وطلعت قلبه تلاقي قلبه لونه بني. واحد بقى شاب عنده 30 25 سنة تلاقي قلبه احمر لان لسه ما فيش لايبوفيجين بيجمنت. طيب بالنسبة للسموث اندوبلازميك ريتيكولم، احنا كنا متفقين في سنة أولى إن السموث اندوبلازميك ريتيكولم دي اللي بتخزن كالسيوم وبتصنع دهون، وإن هي موجودة في العضلات بكميات كبيرة، وإن ليها اسم خاص في العضلة اللي هو الساركوبلازميك ريتيكولم. فبيقول لي هي الساركوبلازميك ريتيكولم، ده اسم السموث اندوبلازميك ريتيكولم، بتبقى ليس ديفلوبد زان عن السكليتال ماسل. يعني السكليتال ماسل فيها ساركوبلازميك ريتيكولم بكميات كبيرة، الكاردياك فيها بكميات أقل لكن برضه فيها كتير بس أقل من السكليتال. طيب التيتيوبيول are associated with only one terminal cisterna. الفكرة ايه؟ الفكرة لو انت خدت التركيب بتاع السكليتال ماسل كنت هتفهم اللي انا بقوله ده، بس انتوا ما خدتوهوش. هو كل القصة ان التيتيوبيول دي كانت انابيب كده بتمشي بالطول علشان توصل الاشارة ديب للمصل. تمام. كان بيبقى التيتيوبيول دي ماشية فوق استراكشر جوه العضلة اسمه التيرمينال سيسترن. دي كانت انتفاخات في الساركوبلازميك ريتيكولم. في السكيتال ماسل كان مثلا التيتيوبيول مرتبط بخمسة ستة سبعة عشرة من التيرمينال سيسترنا دي، لكن هنا في الخلايا العضلية بيبقى مرتبط بواحد بس. فانت اعرف ان هو مرتبط بأونلي وان تيرمينال سيسترن عشان لو جات لك في سؤال all of the following are true except ويديك جمل، يبقى الجملة دي لو قال لك مرتبطة بأكتر من واحدة تبقى غلط، بأونلي وان تبقى صح. طيب في عندي بقى حاجة اسمها الديتس. ده ايه؟ ده زي حاجة اسمها التوريتس. التوريتس كان موجود في السكريتال ماسل، بيبقى 3 ستراكشر، تيتيوبيول وحواليهم 2 ساركوبلازميك ريتيكولم. واحدة من اليمات، هي التيتيوبيول واقفة كده وساركوبلازميك ريتيكولم واحدة من اليمات دي واحدة من اليمات دي، فبنسميهم التوريت. كنا هناك بنسميهم التوريت. هنا بقى بيقول لك الديتس يعني 2، خد بالك دي 2 مش ديد شخص ميت. فبيقول لك هنا في الكاردياك ماسل بتبقى واحدة بس تيتيوبيول مع واحدة بس ساركوبلازميك ريتيكولم عند منطقة الزد لاين. في السكليتال ماسل كانوا بيبقوا 3، عشان كده بيقول لك بترتبط بأونلي وان تيرمينال سيسترن. تمام. يبقى هنا ديتس وليس تريتس. هنا ديتس 2 يعني كل واحدة تيتيوبيول واقف جنبها تيرمينال سيسترن اللي هي ساركوبلازميك ريتيكولم سيسترنا بس. طيب الانتركاليتد ديسك قلنا دي منطقة الجنكشن ما بين الايه الخلايا، بتبقى ما بين التو ادجاسنت كاردياك ماسل المترابطين. بتتكون من ايه؟ فاشيولا ادهيرنت. ادهيرنت اللي كان فيها ادهيسيف ماتيريال، وماكيولا ادهيرنس اللي هي الديسموزس اللي كان فيها بروتينات وبخيط، وجاب جنكشن عشان تسمح بسهولة الاتصال ما بين السيتوبلازم بتاع الخلايا، وبالتالي يسمح بانتشار الخلايا الايونيك كونتينيتي اللي هو كونتينيوتي اللي هو الايونات تبقى مترابطة. لو حصل هنا ستيميوليشن يحصل في كل الخلايا ستيميوليشن. فالقلب يعتبر سينسيتيوم يعني وحدة واحدة بسبب وجود الانتركاليتد ديسك. تمام. تمام اهو، ادي الديسموزس بخيط، ادي الفاشيولا ادهيرنس ماده لاصقه، وادي الجاب جانكشن اللي كانت بتتكون من بروتين لو انت فاكر اسمه الكونكزون. والله انت ما فاكر حاجه، ما علينا ما علينا. طيب المهم بس انت عرفت ايه وظيفه الانتركاليتد ديسك وعرفت شكل الكاردياك ماسل، انت كده تمام قوي في الهيستولوجي. طيب بيرجع يكرر المعلومه تاني ويقول لك الاتريال مايوسايت بتفرز الاتريال نيتروتيك فاكتور اللي بيأثر على البلاد بريشر، نتيجة ان هو بيأثر على الكدني ويتحكم في الاكسكريشن اللي هو خروج الصوديوم اند الووتر، يرميهم فالبلاد فوليوم يقل فضغط الدم يقل. طيب نيجي بقى للكوندكتيف سيستم ونيجي للبركج فايبر. المفروض احنا واخدين اناتومي، او لو مش واخدين اناتومي ولسه اول مرة تسمع القصة دي، فاحنا عندنا فوق 2 اتريوم وبعد كده عندنا 2 فنتركل. ده طبعا ناحية ايدك اليمين فده الليفت، وده ناحية ايدك الشمال فده الرايت. دايما الشاشة عكس ايديك. طيب يبقى ده الليفت اتريوم، الرايت اتريوم، الليفت فنتريكل، الرايت فنتريكل. اللي بينشئ النبضة او بينشئ الكهرباء في القلب هو الاس اي نود. الاس اي نود دي موجودة فين؟ موجودة فوق هنا في الرايت اتريوم عند فتحة السوبيريور فينا كافا. طيب الاس اي نود اسمها الاس اي نود، دي بتطلع النبضة العصبية بتنقلها لنود تانية موجودة هنا كده اسمها الاي في نود. الاي في نود بيوصل بينهم هما الاتنين فايبر اسمها الانتر نودال فايبر، بيبقوا 3 كده،
وبعدين لما ال AV نود تاخد النبضة ال SA نود أنشأتها، اللي ال SA نود أنشأتها، بتبدأ ال AV نود تديها لبندل اسمها ال AV بندل. ال AV بندل توصلها لحاجة اسمها البندل اوف هيز. البندل اوف هيز تبدأ تنقسم برانش يمين وبرانش شمال، عشان واحد يروح للليفت فنتريكل وواحد يروح للرايت فنتريكل. بعد كده البرانشات ديت تمشي وتلف وتبدأ تطلع لك برانشات أصغر كده في الجدار بتاع الفنتريكل، بسميها البركج فايبر. نفس الكلام اهو، هلف وابدأ اطلع برانشات اهو اسمها البركج فايبر. البركج فايبر، تمام. يبقى انا بدأت بالاس اي نود، انتر نودال فايبر، اي في نود، دخلت على الاي في بندل اوف هيز، اتفرعت برانش يمين وبرانش شمال، واديت البركج فايبر في الاخر. فعشان هو لما يجي هنا يكلمك على البركج فايبر تكون انت فاهم احنا بنتكلم عن ايه. انت بتتكلم على اخر حاجة خالص بتوصل الاشارة الى الكاردياك ماسل. اديك معلومة، بما ان هي من الكوندكتيف سيستم، دي اسرع واحدة تنقل التيار الكهربي، او اسرع واحدة تنقل الاشارة العصبية، اللي هي البركج فايبر. يبقى the fastest conduction في البركج فايبر. fastest conduction، اسرع توصيل في البركج فايبر، وهناخدها في الايه في الفسيولوجي. طيب بيقول لك دي سبيشاليزد كاردياك ماسل. سبيشاليزد يعني كاردياك ماسل وتخصصت انها تعمل حاجة معينة. بتأبير لايتر باهتة ولارجر عن الكارديوميوسايت العادية اهو. دي البركج فايبر اهي، شايف الخلية بتاعتها اكبر من الخلايا العضلية بكتير اهي، الحجم بتاعها اهو. طيب بيقول لك surrounded by connective tissue sheath and cytoplasm. بتبقى بيل باهتة vacuolated acidophilic granule with no transverse striation، ما بتبقاش مخططة، والفاكيول اللي فيها acidophilic، ونو انتركاليتد ديسك، مفيش فيها انتركاليتد ديسك. بتحتوي على شوية بعض المايوفايبرل، وبتبقى النيوكليوس بتاعتها، او بيقولك المايوفايبرل دهيت بتبقى بريفرالي سيتويتد، والنيوكليوس بتاعتها بتبقى سنجل وايسنتريك. ايسنتريك يعني مش في النص قوي ولا في الطرف قوي، دي في النص دي في الطرف، دي كده ايسنتريك اللي هي دي. طيب الكاردياك ماسل انجري، بيقولك الكارديو مايوسايت هايلي سبيشاليزد. يعني ايه هايلي سبيشاليزد؟ يعني هي differentiated لأبعد مستوى، وبالتالي not أو non renewable، ما بتتجددش. ما بتتجددش. امال ايه اللي بيحصل؟ لو انت عورت العضلة هي هتهيل، هتروق، بس هتروق بفايبرس تيشو وليس ماسكولار تيشو، يعني هفقد الفانكشن. تمام. موت عضلة القلب نتيجة نقص البلاد سبلاي بيبقى اسمه مايوكارديال انفاركشن. بيقول لك اهو there is no satellite cell in between الكاردياك muscle زي السكليتال muscle، وبالتالي هي كانت ريجنريت. السكليتال muscle لو اتقطع فيها حاجة ممكن ترجع تلم تاني، وبيبقى برضو على حسب القطع ونوعه وكده يعني. لكن الكاردياك muscle لا، شكرا، الخلية اللي بتموت مايوكارديال انفاركشن ما ترجعش تاني. طب تعالى نتكلم على الهارت فالف. الهارت فالف اللي هي صمامات القلب. انا عندي نوعين من الصمامات. انا قلت لك من شوية ان انا عندي تو اتريوم وعندي تو فنتركل. في صمامات ما بين الاتريال والفنتركل، وفي صمامات على ابواب الشرايين الكبيره اللي بتاخد من الفنتركل. فلو جيت اتكلم على الاي في فالف اللي هي الاتريو فنتريكولار فالف، هنلاقي ناحيه الشمال صمام اسمه الميتريال فالف بيفصل الليفت اتريوم عن الليفت فنتركل، وصمام ناحيه اليمين اسمه الترايكاسبيد فالف بيفصل الرايت اتريوم عن الرايت فنتركل. هنلاقي صمام على باب الاورطه اسمه اورتيك فالف، وهنلاقي صمام على باب البلمونري اسمه بلمونري فالف. يبقى الصمامات بتاعتي بيقول لك دي عبارة عن اوت جروس فروم الاندوكارديوم. يعني الصمام بيبقى اندوكارديوم بس، يعني انت هتجيب البطانة الاندوكارديوم، وهتجيب طبقة العضلات، وهتجيب الابيكارديوم. طبقة العضلات مستمرة زي ما هي، وباجي من الاندوكارديوم اطلع والف وارجع. يبقى دي البوابة او الباب بتاع الايه، الفالف. واللي جوه دهوت بيبقى عبارة عن كونكتيف تيشو اللي هو الحتة اللي جوه، او فايبرس تيشو اللي هي الحتة اللي جوه دي. فبيقول لك ذات which prevent الباك فلو اوف البلاد، يعني الفالف دي شغالة عشان الدم يمشي في اتجاه واحد ما يلفش ويرجع في الاتجاه التاني. بتتكون من ايه؟ قال لك لوس فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو في النص كفرد باي اندوثيليوم. يبقى الكونكتيف تيشو ماشي كده، والاندوثيليوم جاي مغطيه كده. ده كده الفالف. ودي كده كانت اول محاضرة هيستولوجي معايا. اظن الموضوع فيها سهل وبسيط وما خدناش حاجة رخمة. بالنسبة للكوندكتيف سيستم قدامك اهو، اس اي نود، اي في نود، اي في بندل اوف هيز، اتفرعت يمين وشمال، رحت اديت بركج فايبر اهي.
موفقين إن شاء الله، ويا ريت تبلغوا زمايلكم بالكورس.